تعرفوا ان في مكونات كتير صحية سواء خضار او بقوليات ممكن نستخدمها على الفراخ واللحمة تزود من حجمها، وفي نفس الوقت نعرف ان احنا نأكل ولادنا الخضار اللي مش بياكلوه في صورته الصحيحة كده. الطبق النهاردة منهم بنص كيلو واحد من شرايح البانيه او البانيه العادي نص كيلو، وقرنبيطة واحدة وسط او صغيرة هنقدر نعمل كل الكمية اللي قدامكم دي. طاجن كبير يكفي عيلة بحالها. كل اللي انا محتاجاه هو شرايح بانيه عادية او بانيه نص كيلو بس. قدامها عندي قرنبيطة كده وسط سلقاها، مش سلقتام، سلقاها بس مجرد ان انا ادخل فيها السكينة تدخل، ولكن من غير ما تفتتها زي ما انت شايفينها كده بالظبط. وهقول لكم خلال الفيديو كل الحاجات اللي ممكن نضيفها على اللحمة او الفراخ وتزود من حجمها، وفي نفس الوقت تبقى صحية ومناسبة لينا من غير اي مكونات ضارة. بس كده، يلا بينا نبدأ على طول في المكونات. البانيه عندي انا غسلاه كويس ومنضفاه، واهم حاجة من الحاجات اللي انا هقولها دي ان البانيه والقرنبيط يكون متنشف تماما من المية. بعد ما بقطع البانيه او بغسله وانشفه بقطعه قطع صغيرة كده عشان يبقى سهل على الكبة بتاعتي ان هي تفرمه. بما اني استخدمت الكبة الصغيرة فهستخدم النص كيلو على مرتين. بضربه كويس جدا لحد ما يبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بكمل بقى الضربة التانية او الكمية التانية لحد ما تاخد نفس القوام، وبنقلها على البولة اللي عندي. بعد ما بخلص كل الكمية في شوية من الخضار بحطه، وهي بصلاية، وعندي شوية من الكزبرة الخضراء وشوية من البقدونس. هضربهم برضو في الكبة مكان انا غسلت الكبة يعني مكان الفرخة، وهبدأ انزل فيهم بالخضار وهضربهم برضو ضرب عادي، مش عايزاهم مية قوي ولكن ما يبقاش فيها قطع كبيرة زي ما انتم شايفينها كده بالظبط. وببدأ بقى اضيفها على الفراخ اللي عندي. القرنبيط انا سلقاه في مية وسنة بسيطة من الكمون، وما سلقتوش سلق كامل. لو تلاحظوا وانا بفتته دلوقتي تحسوا ان هو جامد في ايديا ومش مسلوق، فانا بسلقه 3/4 سوا، بيبقى ناقص فيه حاجة بسيطة كده. تقدروا برضو كمان تضربوه في الكبة، مفيش اي مشكلة، وده كمان هيبقى احسن بكتير. انا بقى الكبة مكان الفراخ ومكان الخضار بصراحة كسرت ان انا اغسلها تاني، وقلت هعمله بايديا عادي مفيش اي مشكلة. اهم حاجة ان انتوا تضغطوا عليه كويس جدا او تفرموه كويس. مجموعة من البهارات سيبالكوا كلها في صندوق الوصف بتاع الفيديو: ملح وفلفل، كبيبة صيني وبابريكا وكركم وكاري وجنزبيل. هسيب لكم كل البهارات تحت في صندوق الوصف. كل البهارات دي هحطها على الفرخة والخضار اللي احنا ضفناه، وهضيف عليهم بيضة واحدة، وبعد كده هقلبهم كويس وهضيف عليهم القرنبيط بقى. القرنبيط هو اللي هيخلي لي حجم الفراخ عندي تبقى كبيرة، وفي نفس الوقت هو مكون غذائي صحي جدا مفيهوش اي قلق على صحتنا، وكمان نقدر ان احنا نديه لولادنا بكل سهولة لو انتوا ولادكم مش بياكلوا الخضار الصحيح او في صورته السليمة. يعني لو عملتوا قرنبيط كده مش هيحسوا بطعمه جوه الوجبة، وكمان هياكلوه. ففي الأول وفي الآخر هي بتبقى حاجة صحية اقتصادية، وطعمها كمان حلو قوي، وكمان أكلة جديدة. احنا بالنسبة لنا مش بنحب غير القرنبيط المقلي، وده بصراحة يعني مفيش حد ما بيحبوش، ولكن محتاجين شوية ان احنا نغير ونستخدم القرنبيط في أكتر من أكلة تانية، لأنه هو خضار مغذي وغني جدا بالفيتامينات. وانا بعجن بقى القرنبيط والفراخ جنبي كيس البقسماط بتاعي، هبدأ اضيف معلقتين معلقتين لحد ما عندي القوام يتماسك، زي ما بنعمل الكفتة الفراخ العادية او كفتة الرز، كفتة اللحمة، لحد ما ناخد منه قوام نقدر ان احنا نشكل فيه الكور الفراخ بكل سهولة من غير ما نزيده ومن غير ما نقلله، علشان ما تفتحش معانا في الزيت او تفتح معانا في الاكل اللي احنا هنعملها. مجرد ما تاخدي كورة كده وتجمد على بعضها خلاص. بالطريقة دي هتكون خلاص هي خلصت. مش هقدر اديكي مقدار بالظبط للبقسماط، لان ممكن حجم القرنبيطة اللي عندي تختلف عن اللي عندك.
هبدأ بقى اجيب صينية احط فيها شوية من الدقيق وهكور عليها كفتة الفراخ بالقرنبيط واحطها في قلب الدقيق اللي عندي. تقدروا برضو تستخدموا حاجة بسيطة مسحة من الزيت كده علشان الكفتة ما تلزقش معاكم. وانا بكور هقول لكم ايه الحاجات اللي ممكن تستخدموها وتضيفوها على كفتة الفراخ او على كفتة اللحمة تزود لكم الحجم. اول حاجة العدس والحمص المسلوق ومتصفي من المية تماما، العدس بجبة بتاعنا والحمص كمان. تقدروا تستخدموا خضار زي البطاطس او البطاطا وطبعا برضو مسلوقين ومصفيين من المية تماما. تقدروا تستخدموا ايه تاني يا نهى، سبانخ والسلق العادي بتاعنا بكميات كبيرة وبرضو مستويين ومتصفيين من المية. في حاجات كتير نقدر نستخدمها عشان نزود بيها الكمية اللحوم بتاعتنا وفي نفس الوقت تبقى صحية. كمان البرغل الموجود عندنا بيبقى برضو حلو جدا، الرز كمان بيبقى موجود عندنا ومن الحاجات اللي ممكن تضيفوها على اللحوم بتاعتنا وتزود الكمية. ابعدوا بقى عن فول الصويا لان هو يعني اضراره يعني اكتر بكتير من فوائده، وللأسف لسه في ناس لحد الآن بيستخدموه مع ان البدايل عندنا كتير جدا. نيجي بقى بعد ما بحطها في الدقيق ببدأ ان انا اخد منها كده الكور وابدأ اشكلها واشيل منها كل دقيق الزيت. نص كيلو الفراخ عمل لي كيلو بالظبط من الفراخ بالقرنبيط، يعني ضعف الكمية تقريبا. زي ما انتم شايفين كنت قصدي ان انا اوزنه عشان اعرف لكم بالظبط ايه الكمية اللي انا خدتها منه. عندي بقى كمية بسيطة من الزيت وهبدأ اقلي فيها الكفتة دي لحد ما تاخد لون كويس كده من كل الجوانب، وبعد كده هبدأ اشيلها واحط الكمية الباقية عندي. اهم حاجة وانتوا بتقلبوها في الزيت عشان تاخد لون متساوي ان انتوا بس تقلبوها بشوكتين او بحاجة ما تفتتهاش معاكم. مجرد بقى ما تاخد لون حلو من كل الجهات كده بتشيلوها وبتكملوا باقي الكمية. شايفين الكمية كتيرة ازاي؟ يعني ممكن كمان تعملوها على وجبتين مش وجبة واحدة. بعد ما بخلص كل الكمية بقى هبدأ اجهز الصوص بتاعي اللي احنا هنحط فيه كور الفراخ بالقرنبيط دي. حلة كبيرة على النار احط فيها معلقتين من الزيت وهبدأ انزل بحاجة بسيط يعني معلقتين كبار من البصل وكام فص من الثوم انا ضرباهم مع بعض كده، وحطيت كمان عليهم قطعة من الزبدة. حسيت ان الزيت كده لوحده هيبقى قليل، وكمان حبيت احط قطعة زبدة علشان تطعم لي الطبق بتاعي. احط قطعة الزبدة وهفضل اقلب فيهم. انا مش محتاجة لونهم يتغير ولكن برضو الخضار يدبل معايا. احط شوية من الكزبرة الخضراء بتديها طعم حلو جدا وبتليق مع القرنبيط ومع الطبق كله على بعضه. برضو هشوحها كويس كده مع الخضار، وبعد كده هحط عليهم صلصة الطماطم، سواء صلصة طماطم جاهزة زي اللي انا بستخدمها او عصير طماطم. بحط صلصة الطماطم الجاهزة بتاعتي وبخففها بمية. وتقدروا لو عندكم شوربة سواء شوربة فراخ شوربة لحمة او شوربة خضار تضيفوها، هتفرق جدا في طعم الطاجن بتاعكم وهيبقى طعمه حلو قوي. حطيت كمان زودت تاني، حسيت ان كميتها بسيطة، وبعد كده هزود مية، زودت نص كوباية، وبرضو هرجع ازود تاني بعد ما بحط الكفتة لان هي تقريبا هتستوي فيها. احنا مش عايزين كمية مية كتيرة او سوائل كتيرة. عندي بقى كوباية من الحمص نزود القيمة الغذائية اللي موجودة في الأكلة، والحمص كمان يعتبر من البدايل البروتين النباتي المفيدة جدا وفيه كمية فيتامينات تجنن. فحطيته طبعا ده مستوي جاهز. يعني لو انتم مش عندكم العلب الجاهزة دي تقدروا تنقعوه من قبلها بليلة. انا بنقع مثلا كيلو من قبليه بليلة وبعد كده بسلقه في مية عادية رشة بسيطة من الكمون، ولحد ما بيستوي بصفيه وبيهدى بحطه في اكياس وبحطه في التلاجة على حسب الكميات اللي انا بستخدمها. بحط بقى رشة بسيطة من الملح والفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة والكمون، واختياري ممكن تضيفوا مكعب من مرقة الدجاج لو تحبوا او لو انتوا مش عندكوا شوربة. وبعد كده هضيف مية تاني وهسيبها لحد ما تتسبك كويس وتغلي معانا كده كام غلوة لحد بس ما الطماطم تتقل وتتسبك. في الوقت ده هضيف عليها كور الفراخ اللي عندنا اللي احنا حمرناها، هضيفها كلها على الصلصة دي.
بعد كده هقلب واحاول اقلب بالراحه خالص، يعني انا مسكت الحله نفسها وبدات اقلب كده من اليمين للشمال بشكل دائري، واجيب الحله كده من تحت لفوق، يعني بالراحه قوي، بحيث ان الصوص كله يتغلف. حتى لو قلبته بالمعلقه بيبقى من تحت قوي، طلعوا بالمعلقه لفوق من غير ما تحركوها كتير عشان ما تفتتش معاكم. بس كده بتغلي، بهدي النار وبسيبها. لو حسيت ان هي محتاجه ميه، لان طبعا الكفته بيبقى فيها دقيق، مبطنينها في الدقيق، فهتحتاج ميه زياده، وكمان عشان تكمل سواها. وبحط كوباية من المية أو الشوربة لو عندكم، طبعا هتخلي طعمها أفضل بكتير. وبعد كده هغطيها لحد ما تستوي عندي تماما. ريحتها بتبقى جميلة، وطعمها كمان جميل جدا، ومفيدة، يعني مفيدة جدا جدا جدا، فيها كل حاجة مفيدة. وبس كده قدمتها في طاجن، حطيت عليها رشة بسيطة من الكزبرة الخضراء. تقدروا بقى تاكلوها بعيش، تاكلوها مع رز، تاكلوها مع مكرونة، اللي تفضلوه. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة دي وحابين تاخدوا أفكار تانية أو نعمل أفكار تانية نفس الفكرة كده، اكتبولي في الكومنتات، واحنا إن شاء الله نقدم أكتر من فكرة لنفس النوع من الفيديوهات. وكمان ما تنسوش قبل ما تخرجوا من الفيديو تدوسوا لايك لو عجبكم الفيديو أو عجبكم قناتي عموما، وتشاركوا القناة مع أصحابكم وحبايبكم. وأشوفكم إن شاء الله فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.